إطار الأعمال التضامنية والتكافلية بين مختلف شرائح المجتمع. اليوم الهلال الأحمر الجزائري متواجد على مستوى نادي المقاولين والصناعيين لجهة الغرب لاستلام مساعدات عينية متكونة في 50 طرد، ل 50 طرد لمختلف المواد الغذائية الأساسية التي تعكس يعني روح التضامن بين يعني مختلف الشرائح من مقاولين، من صناعيين، من أرباب المال. احنا كهلال الأحمر الجزائري نتمن هذه العملية، ويعني نشكر المكتب الجهوي وعن طريقه المكتب الوطني لنادي المقاولين والصناعيين على هذه اللمسة الإنسانية، على هذه المبادرة التي أكيد سوف يكون لها أثر كبير على مختلف العائلات المتعففة. فقط كملاحظة أن هذه الطرود لأول مرة تروح في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري وبين المصلحة الخارجية إدارة السجون، سوف تذهب لعائلات المسجونين الموجودين على مستوى ولاية وهران. أولا أرحب بضيوفي الكرام في هذا الشهر الفضيل. وجسد نادي المقاولين والصناعيين بالمكتب المركزي بالبليدة روح التضامن بتوفير 6600 قفة رمضان، منها 300 تم استلامها توزيعها على العائلات المحتاجة، ومن بينها الإخوة في الهلال الأحمر. ونشكر كل من ساهم في هذا العمل الخيري، وعلى رأسهم رئيس النادي السيد رشيد بوحامد، وكل الأعضاء والمتطوعين كل باسمه ومقامه. وندعو الله أن يجعلنا مفيدين في بلدنا هذا الجزائر ومجتمعنا. ثم تسليم لفائدة الهلال الأحمر بوهران 50 قفة. ندعو أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم. نحن اليوم جد مسرورين بحضورنا ومرافقتنا لهذه الهبة التضامنية من طرف إخواننا لنادي الصناعيين والمقاولين. الحضور نتاعنا يزيد يأكد ويدعم هذا الفكرة هذه، ومن هذا المنبر كذلك ننادي كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين لولاية وهران للتقدم بتبرعاتهم إلى كرواسون روج الهلال الأحمر الجزائري. نحن لدينا اتفاقية تضامن إنسانية مع هذه المنظمة، ومن هذا كذلك هذا المقام إن شاء الله نشكر نادي المقاولين الجزائري الصناعيين على هذه المبادرة، والمزيد بالمثل في الأيام القادمة إن شاء الله.